السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، والنهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا. الناس بتتكلم فيه بقالها يعني فترة، بقالنا كام يوم. وهو خطاب الرئيس السيسي اللي قال فيه إن لازم نعلم ولادنا البرمجة علشان نوصل إن نكسب من البرمجة دي 100,000 دولار شهريا. هل الرقم ده مظبوط؟ هل الرقم ده صح؟ انا النهارده جاي علشان ناكد صحه او خطا الرقم اللي اتقال ده، ونشوف ده مع بعض. تعالوا نفتح موقع مشهور جدا في مجال البرمجه، وهو موقع فريلانسر. الموقع ده اللي من خلاله بتقدر انك تشوف ناس علشان يقدروا يعملوا لك شغل انت عايز تعمله، وتشوف تكلفته قد ايه. تقدر انك انت تعرض خدماتك، وتقدر ان انت تطلب منه شغل. انا هخش دلوقتي اشوف لو انا عايز اطلب شغل. لو عايز اطلب شغل، تكلفه الشغل ده تتكلف قد ايه؟ فمثلا انا بشوف دلوقتي عايز حد يعمل لي موقع، واخترت مواصفات الموقع ده وحاجات بسيطة جدا. يعني انا مش عايز اكتر من ويب سايت، عايز تصميم، عايز في جرافيك ديزاين، عايز شغل بي اتش بي اي كوميرس. يعني ما طلبتش حاجات برضو ايه يعني كبيرة. هروح للجزئية بقى اللي هي فيها الاجر. في عندي طريقتين للاجر في موقع الفريلانسنج. اول حاجه انك هتدفع بالساعه ولا هتدفع مبلغ ثابت. فمثلا لو هتدفع مبلغ ثابت، فعندك منيو كده فيها حجم تقريبا المشروع بتاعك. مشروع صغير قوي 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 اللي هو من 10 ل 30 دولار. سيمبل بروجكت، مشروع بسيط من 30 ل 250 دولار. احنا دايما بنلعب في الحته دي ما بين الميديوم واللارج تقريبا. ما بين 1500 دولار ل 3000 دولار، او من 3000 دولار ل 5000 دولار. ده في حالة انك هتدفع فيكسد برايس، يعني هتدفع رقم ثابت. لو انت هتدفع بالساعة، فعندك الساعة بتاعت البيزك من 2 دولار ل 8 دولار. طبعا لو انت اكسبرت، راجل بقى بقالك فترة في المجال، وراجل عامل شغل كتير وخبير في المجال ده، الساعة بتاعتك توصل تقريبا لحوالي 50 دولار. يعني بحسبة بسيطة قوي، لو انا بتكلم ان انا راجل اكسبرت والساعة بتاعتي ب 50 دولار، وبشتغل 8 ساعات في اليوم، وبشتغل في الشهر ال 30 يوم، 8 ساعات في 30 يوم. الحسبة البسيطة دي بنتكلم تقريبا انك هتعمل حوالي 12,000 دولار في الشهر. لو انا بشتغل 8 ساعات وبشتغل 30 يوم كاملين من غير اجازات، تقريبا 12,000 دولار في الشهر. يعني بحسبة بسيطة قوي، تقريبا حوالي لو بتكلم في السنة، فتقريبا يبقى حوالي افريج 100,000 دولار سنويا. الخطاب اللي قاله الرئيس السيسي هو يعني في زلة لسان ان هو مش شهريا الكلام ده، سنويا. ولكن هو قال جملة مهمة جدا جدا جدا، وهي ان لازم نعلم ولادنا البرمجة. لازم نبتدي نشوف الاتجاه اللي الناس كلها رايحة ليه، وهو المستقبل، التكنولوجيا. علموا الناس البرمجة. مجال تقدر انك توصل منه لحاجات كتير قوي، تبني مستقبلك وتعمل منه حاجات كتير جدا، تعمل منه ربح كبير جدا. لو بصينا على احصائيه سريعه قوي، يعني لو انا بتكلم مثلا على موقع ماني يو اس نيوز مثلا، فهو بيتكلم ان حوالي سنه 2024 تقريبا حوالي الافريج من حوالي 100,000 دولار. يعني بيتكلم 97,000 دولار 800 افريج مثلا، 100,000 دولار سنويا. لو بتكلم على زي موقع انديد، برضو نفس القصة، حوالي تقريبا 61,000 دولار سنويا. بتتكلم افريج هاي مثلا 107,000 دولار أو 108,000 دولار. يعني برضو بنتكلم في نفس الافريج. لو حد هيشتغل فرنج تقريبا 100,000 دولار سنويا. السخيف بس في الموضوع ان الناس قعدت تاخد الموضوع بتريقة انه شهر وسنة ويوم. الحسبة مش كده. حسبة انك انت عايز تروح لانك تعلم ولادك تكنولوجيا، عايز تعلم ولادك برمجة علشان تقدر تجني ثمار اللي انت اتعلمته ده. لو احنا بنتكلم عايزين نعمل مستقبل، عايزين نعمل فلوس، عايزين نجني ثمار اللي احنا اتعلمناه، اتعلم حاجة مفيدة، اتعلم حاجة حديثة، اتعلم حاجة مطلوبة دلوقتي في المستقبل. علموا ولادكم البرمجة علشان نقدر نوصل للأرقام اللي انتوا بتشوفوها دي، والأرقام اللي احنا دايما بنطمح ليه. لحد كده انتهت السيشن النهاردة، وانتهى الموضوع اللي كنت حابب اتكلم معاكم فيه. كنت انا معاكم امير فاروق.
لو حد فيكم حابب يسأل على أي حاجة أو حابب يتعلم أي حاجة، اكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم، وأنا دايما موجود علشان أجاوب على كل أسئلتكم. شكرا جدا ليكم، وما تنسوش تعلموا ولادكم البرمجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.